والآن مع الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب أو مدير الكورة بتاع المنتخب، هو مسؤول كبير في المنتخب بعد حسام حسن. اتفرج. تاخدوا بطولات، انتوا بقالكم 50 سنه ما خدتوش بطوله. 50 سنه مش هتتها. لو توفرت عندكم لكان كذلك النظافة. يعني الكلام ده يتقال واحنا قاعدين على القهوه وعندك 2 شاي سكر بره و4 نسكافيه وشيشه قص هنا وحلبه بحليب وصلحه والله، والواد جاي بيخبط بالمعلقه على الكوبايه. ده كلام يتقال من مسؤول المنتخب المصري؟ لا لا. وايه كلمة اصفر دي؟ اصفر دي يعني بصرم او متغاظ او انتهالة حقودي من جواك. ما ينفعش يا كابتن ابراهيم الكلام ده يطلع منك. ده كلام مشجعين كده احنا مع بعض نتكلم مع بعض، لكن المسؤول له طريقة أخرى في الكلام، له لباقة، له برستيج، شياكة في الكلام. انتوا عمركم خدتوا بطولة؟ بقالكم 50 سنة ما خدتوش بطولة. مين قالك يا كابتن ابراهيم ان الناس دي ما بتاخدش بطولات؟ يا كابتن ابراهيم الناس دي واخدة بطولة افريقيا للمحليين، واخدين كاس العالم للشباب، واخدين برونزية الاولمبيات على قفانا. يا كابتن ابراهيم الناس دي واخدة رابع كاس العالم، المونديال بتاع الكبار. المشكلة كلها ان احنا بوظنا الدنيا، خربناها ولهلبناها، ومش عارفين نخرج من الموضوع نروح فين. بجد الموضوع كله كابتن ابراهيم حسن وهو بيتكلم زعلان وغضبان ليه؟ الناس دي كنتوا بتشكروا فيها من ماتشين. اعتقد المسؤولية الكاملة على الكابتن ابراهيم وكابتن حسام، ان انتوا بتمثلوا منتخب مصر وبتمثلوا الادارة المصرية في كرة القدم. لايك مهم جدا جدا للفيديو، شير مهم جدا جدا للفيديو، وصلى على النبي زي النبي صلى عليه افضل الصلاة والسلام. سلام.